بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم جبت لكم كيكة الديسباسيتو البرازيلية المعروفة. عندها مدة من اللي خرجت وانتشرت على مواقع التواصل والناس كامل جربوها وجاتهم مليحة. اول شيء واش راح ندير 3 بيض معاهم 3 مغارف السكر، 3 مغارف زيت، كاس تاع تاي حليب كما راكم تشوفوا. هنا عندي كاكاو 2 انواع، فونسي والكلاغ. انا اليوم في الكيك راح ندير الفونسي، 2 مغارف معمرين مليح. شوفوا ها ماكي. نزيد الفارينه الكميه اللازمه، درت هذا الكيل هذا، وما ننساش معاها هذا المغرف تاع الخميره المملوءه، ونخلط كلش مع بعضه بالطريقه هذه حتى نتحصل على كيك خفيف. ها هو شوفوا اللون تاعو غامق، وشوفوا كيفاه جاني خفيف. الكميه هنا تبان لكم قليله، بصح راح تعطينا كيكه طالعه وخفيفه. هنا عندي المول هذا دهنته بشوي زيت رشيته جلي اونغوبي افيك دو كاكاو، درتو بالكاكاو. بهذه الطريقه راح نفرغ البسكويت تاعي هذا السائل. ها هو كي المزيج تاع البسكوي، شوفوا كيفاه جا، بصح من بعد راح يطيب ويطلع. نحطه في فرن ساخن على حرارة متوسطة. من جهة واحدة أخرى راح نوجد المشروب اللي راح نسقي به الكيك تاعي. درت حليب سخون وخيرت هذا النوعين من النسكافيه، الجولد ولا كارت نوار. ندير في الحليب الساخن هذاك نحط كمية من الجولد، تقدروا نتوما ديروا نسكافيه كلاسيك برك، ودرت شوية من لا كارت نوار، عندها نكهة قوية ورائعة. ندير غير شوي برك من لا كارت نوار لأنها قوية. نخلط هذاك النسكافيه ديك القهوه سريعه الذوبان في الحليب الساخن بالطريقه هذه، ونحطه بجيه. هنا الكيك تاعي راه هو طايب سخون. ها هو كي شوفوا الكيك تاعي خرجته من الفور سخون، شوفوا كيفاه طاب طالع. ها هو كي وشايح السطح نتاعو ناشف تماما، والحليب هذا اللي خلطت فيه النسكافيه راهو بارد. راح ندير بالطريقه هذه، شوفوا نبيكي ونسقي الكيك نتاعي. ها هو شوفوا نسقيه مليح بمقدار كاس تاع الحليب، ونحطه بجيه ونخليه يتشرب ويبرد. من جهه واحده اخرى نحكم انا هذا الكاخام فخاش، هذه الكريمه السائله نحطها في طاوه ان كاسخول ونحطها على النار. شوفوا هنا الجوانب تاعها كيفاه غلاو. نرمي فيها الشوكولا 200 ملي تاع كريمه سائله مع 200 غرام شوكولا. نحي قليل من الشوكولا في هذا الكيس للديكور. من بعد من جهه اخرى نحكم هذا المقدار من لاكريم شانتيي، نزيد معه نفس المقدار من الحليب البارد جدا، ونطلعهم بالمضرب الكهربائي، نطلعهم افيك لو باتور حتى نتحصل على النتيجه هذه. نحتفظ بالكريمه الاولى والكريمه الثانيه في الثلاجه. بعد مده شوفوا الكريمه الاولى كيفاه بردت، وشوفوا لاكريم شانتيي ثاني كانت في الثلاجه. نخلطهم مع بعضهم ونطلعهم بالمضرب الكهربائي، نزيد نخدمهم بالباتور مليح حتى يطلعوا ونتحصل على هذه الكريمه اللي راكم تشوفوا فيها هنا معايا. نخدمها مليح، تحتاج الى شوي وقت باش تطلع واللون نتاعها يرجع فاتح. نجيب الكيك تاعي البارد المشرب ونحط فوقه هذيك الكميه من الكريمه لاكريم اللي خدمتها هكا، ونسوي الوجه تاعها جيليتال sur la surface du biscuit comme ça. Très bien, regardez, elle est bien lisse, elle est bien étalée. هنا درت ديكور صغير بهذيك الشوكولا اللي احتفظت بها الاول. انا بغيتهم بالذمه هكا عراض، ما بغيتش نديرها كيما تاع الميلفاي طول، وزينت بهذه الطريقه بالكوردون هذا فيرتيكالمون. درت في الاتجاه ثم في الاتجاه المعاكس حتى حصلت على هذا الديكور. الان واش راح ندير؟ راح ناخذ هذه الكيكه تاعي، شوفوها كيما راهي، ونحطها في الثلاجه ونخليها تبرد في عقلها من 4 سوايع حتى ليله كامله قد ما تقعدوا. الان اني جبتها من الثلاجه، شوفوا كيف راهي جامده، شوفوا كيف راهي جامده ومتماسكه، لا كريم تاعها جمدت على الكيف. راح نقطع لكم
قطعة من هذا الكيك باش تشوفوا كيفاه جا. كيكة لذيذة جدا، هشة وخفيفة. وش معناتها ديسباسيتو؟ معناتها ببطء. الكيكة هذه راهي خفيفة وتتكل تفوت وحدها بسرعة. الله، لازم ناكلوها ببطء وما نسرعوش، وحنا ناكلو فيها دوسمون فقط، والشهية طيبة للجميع. ها هي كيكة رائعة مسقية من تحت، خفيف البسكويت تاعها، وطبقة سميكة من الرحام الهشة واللذيذة.